بشتغل بروجكت مانجر في شركه سمات ايجيبت. بقالي في السوفت وير ديفلوبمنت فيلد around 10 to 12 years. جيت الورك شوب اوريدي علشان كنت عايزه اتنقل من التكنيكاليتي او الجزء بتاع التكنيكال للجزء البروجكت مانجمنت. صدفه لقيت فيديو لدكتور خالد بيشرح فيه عن البروجكت مانجمنت والورك شوب اللي هيقدمها. انا من طبيعتي شويه ان انا لما بلاقي حاجه زي كده، بما اني بتعامل مع نافي جروس او بشوف نافي جروس لاول مره، فاول حاجه او اقرب حاجه ليا بدخل ابص على ريفيوز او الناس اللي عامله ريفيوز اوريدي. فدخلت فعلا على ريفيوز، لقيتها بالنسبه لي ساتسفاينج جدا. الناس بتتكلم بطريقه لطيفه جدا وبتشكر جدا في دكتور خالد والسنتر نفسه. يعني فرقت معايا في ايه الورك شوب، او يعني نمت فيا ايه. انا اوريدي بقى تيم حاليا از بروجكت مانجر زي ما كنت بقول قبل كده. لقيت ان انا بطبق اوريدي حاجات ما كنتش عارفه اتصرف فيها ازاي، او مواقف معينه مينلي في التعامل مع الناس كمان، او الكوميونيكيشن مع الستيك هولدرز اللي انا بتعامل معاهم طول الوقت. فرقت معايا، كان عندي مشاكل او كان عندي ان انا ممكن الاقي موقف ان انا حطيت فيه مش عارفه حتى اتصرف. كان سبورتنج جدا دكتور خالد، ان انا كنت باجي احكي له موقف ان انا حصل معايا كذا كذا كذا، وكنت بلاقي منه سبورت قوي جدا. حقيقه هو عمره ما قال لي اعملي كذا، هو دايما كان بيسالني شويه اسئله اللي هو ويسيبني انا كانه ببرين ستورم معاه كده، وفي الاخر بوصل لنتيجه انا عايزه ايه بالظبط، او انا محتاجه اعمل ايه. لو حد بيدور على بروجكت مانجمنت او حاجه ينمي بيها او يقوي بيها السكيلز بتاعته في البروجكت مانجمنت، اكيد هنصحه بان هو يجي نافي جروس عند دكتور خالد. الطريقه بتاع دكتور خالد كمان سلسه جدا في الشرح نفسها، ومفيش حاجه اسمها صح وغلط. كان دايما دكتور خالد يقول لنا كده انه مفيش صح وغلط، في صح وصح، بس على حسب الموقف اللي انت بتتحط فيه ايه بالظبط، بناء عليه تقدر يعني تقرر انت هتعمل ايه. مبسوطه قوي ان انا دخلت نافي جروس وكنت one of its member يعني، واكيد هكرر التجربه تاني لو اتاحت يعني.